السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد حرشة بالبلبولة ديال الشعير. كتجي زوينة، كتجي رائعة. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي وقتها هذا. نديروها للكوتي ولا للفطور، قدموها مع زويته بلدية ولا زبدة. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رائعة، كتجي رطبة وكتجي هشيشة. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ما تنساونيش من لايك واشتراك في القناة، وندوزو ان شاء الله للطريقة. هنا عندي البلبولة الرقيقة وعندي الغليظة. انا غادي نستعمل الرقيقة، ما غاديش ندير الغليظة. عندي هنايا تقريبا 4 ديال الكيسان ديال البلبولة، 4 الكيسان د العنبة الصغارين. غادي نغسلها مزيان، نغسلها 3 د المرات، نضيف لها الماء ونغسلها مزيان ونصفيها. على الطريقة هذه غادي نديرها لها 3 د المرات. غير جربوا هاد الحريشة، راه كتجي زوينة، كتجي بنينة وصحية 100%. ضروري ما ديروا لها هاد العملية باش ما كيبقاش فيها ديك الدقيق، باش غير كنصوبوا الحريشة ديالنا ما كتجيناش بحال الخبز، كتجي هشيشة. صافي دابا غادي نشللها انا بهاد الطريقة هكا 3 د الخطرات كما ذكرت لكم. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك، واللي مازال ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. انا غادي نديرها في واحد الصفايه باش تصفى من هذيك الماء. غادي نعاود لها شويه تحت الروبيني شويه د الماء، وغادي نخليها تصفى حتى تنشف شي شويه، تقطر من الماء. درتها في هذا الاناء وغادي ندير عليها الماء غليان، الماء طايب مزيان طالق السبوله. غادي نغطي لها هكا الوجه كله بالماء طايب، ونغطيها ونخليها تقريبا نص ساعه. نخليها نص ساعه ان شاء الله ونرجع معكم. صافي هاي البلبوله ديالي من بعد ما خليتها نص ساعه، هانتوما غتشوفوا معايا كي شربات ديك الماء كله. صافي دابا هكا بغيتها حتى تشرب الماء مزيان. دابا غادي نضيف لها هنا معلقه كبيره ديال العسل، ما عندكمش عوضوها بالسكر سنيده. معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، خميره فوريه. هنا شويه د الملحه دائما على حسب الذوق. ندير هنا شويه ديال الزعتر اللي غنفتتو هكا باش نحكو بين يديا. وغادي ندير تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون. ما عندكم زيت الزيتون ديروا الزيت العاديه. صافي دابا غادي نخلط مزيان هاد المقادير مع ديك البلبوله حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وعندي هنايا سميده ديال الذره البلديه، كاس بقياس كاس العنبه، وهذه السميده ديال دقيق القمح الكامل. حتى هي غادي نبقى نضيف شويه بشويه، نضيف من هذا الكاس ومن هذا ونخلط. غندير ديك الدقيق شويه بشويه وكنخلط بهذه الطريقه حتى نسالي ديك الدقيق اللي عندي. غنتحصل على القوام اللي بغيت صافي كنحبس. المهم انا دخلوا لي ديك 2 كيسان كلهم صافي. دابا غادي نشكل معكم الحريشه. هنا جبت مقله ديال ثقيله اللي دهنتها بالزبده، وغادي نرشها بالبلبوله الرقيقه، البلبوله اللي غادي نصوب منها الحريشه. صافي درت لها هاد الطريقه هكا. وغندير دابا الحريشه ديالي في المقله وغادي نبسطها. غندير يديا في الماء ونبسط الحريشه ديالي بهاد الطريقه، وبسطوها مزيان وقدوها بهذا الشكل. خوتي خواتاتي الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك واشتراك، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. وهنا في هذه المرحله غادي ندير لها شويه ديال البلبوله، غير شويه، واحد الرشيشه خفيفه ديال البلبوله، وغادي نقادها بواحد المعلقه هكا. صافي سرحوها مزيان غير باش ما يبقاوش ديك لي طراس ديال الصبعين ديالنا في الحرشه. صافي نسرحوها مزيان بهذه الطريقه.
وغادي نديرها على عافية على عافية متوسطة، غادي نديرها على عافية متوسطة نخليها طيب. بغيت نشارك معكم هاد الحديدة هادي ديال هادي راها زوينة، كتوزع الحرارة مزيان وكطيب لنا الحرشة من التحت كلها. صافي غادي نردها دابا طيب. انا هنا ضاعفت الكميه وغادي نشارك معكم عاود حريشات صغيورين. دابا جبت هنا مقله ودرت لها دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بشويه ديال البلبوله. صافي وغادي نديرهم معكم فرديا باش اللي بغيتو ديروها على حجم شكل حجم عائلي ديروها، بغيتو ديروها فرديه ديروها فرديا. صافي انا غادي نديرهم بهذه الطريقه عاود. هذيك اللي بحجم عائلي راه كطيب على عافيه متوسطه. صافي وغادي ندير انا عندي هاد السيركل هكا دائري وغادي نديرهم هكا بهذه الطريقه ونرشهم بشويه ديال البلبوله ونطراسيهم. خوتي خواتاتي الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير، ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. حتى هادو فرديين كيجيو زوينين، الا ما بغيتوهمش بحجم عائلي ديرهم فرديين. راه كتجي هاد البلبوله رائعه، الحريشه د البلبوله كتجي خطيره وصحيه 100%. صافي حتى هادو دابا غادي نردهم على النار على عافيه متوسطه طيبوا، غتشوفوهم معايا على الشكل النهائي ديالهم هما والحريشه الكبيره، الحرشه الكبيره اللي درت معكم بحجم عائلي. صافي ها الحرشه ديالي من بعد ما طابت من التحت دابا غادي نقلبها باش عاود تحمر من الفوق. وكما ذكرت معكم على عافيه متوسطه، ما تنقصولهاش العافيه بزاف باش ما تيبش. صافي ها الحريشه ديالي من بعد ما صافي طابت، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رائعه. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. غير جربوها، راه واحد الحريشه د البلبوله صحيه وزوينه بزاف. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، وراه كتجي رطبه صافي قدموها هنا مع الزبده ولا زويته بلديه مع كويس ديال اتاي كتجي رائعه. هتشوفوا معايا دابا هذوك الفرديين، هاد الفرديين هكا شوفوا تبارك الله حتى هما من بعد ما طابوا. غنفتح معكم وحيده تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي طايبه وكتجي حبه على اختها. هاد الحريشه د البلبوله كيجيو خطيرين بزاف ومنسمين بديك الزعتر، كيجيو رائعين. خوتي خواتاتي الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير، ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع وبسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.